ده هو جابي مارو، شاب جامد فشخ دنجوان ومحكوم عليه بالإعدام بسبب ارتكابه للعديد من المذابح. بنشوفه هو في ساحة الإعدام بيحاولوا يعدموه بكذا طريقة، مرة ورا التانية ورا التالتة، والمعلم مش فارقة معاه ولا بيحصل له أي حاجة. مساعدة القاضي واللي بالمناسبة اسمها الساجيري بتسأله بتقول له إيه اللي خلاك تخرج من القرية أصلا، وبالمناسبة يعني خروجه من القرية كان أحد أسباب القبض عليه. المهم الواد بيقول لها كل حاجة بدأت من لما اكتسبت اعتراف الشيخ بيا وده خلاه إنه يجوزني بنته، لكن بنته كانت غبية، بنت باردة وساذجة ملهاش أي 30 لازمة، وده اللي بيخليه قرر إنه يروح لأبوها وبيقول له أنا عايز أطلق بنتك. شيخ القرية بتكون ردة فعله غريبة، بيقول له بكل هدوء أنا عايزك بس تعمل لي طلب أخير. الواد بحسن نية بيوافق، ولكن بتطلع مكيدة من شيخ القرية مما أدى إلى القبض عليه. بعدها ساجيري بتسجل الكلام بتاعه في الدفتر بتاعها، بتقول للقاضي بصوت واطي جهز لي أنت الدنيا بس وسيب الموضوع ليا. وبعد كام ساعة بياخدوا جابي مارو الأوضة غريبة، بتكون موجودة مساعدة القاضي، والقاضي بيقول له دي مش أي مساعدة، لأ دي خبيرة في الفنون القتالية ومن الطراز الرفيع كمان، وكذلك هي جلادة من مستوى عالي، احنا جايبينك هنا علشان تبارزها. الواد بيحس بهالتها المرعبة، بيتخيل نفسه هي بتقطع راسه، في لحظتها بيكسر الخشب اللي مقيد ايده، ما بيلحقش ياخد نفسه والبت بتكون فوق راسه لسه تقطعها له، لكن الواد بيقدر يتفاداها بكل مهارة. بتسأله انت ليه اتفاديت ضربتي؟ مش انت كنت بتقول ان انت عايز تموت برضه؟ وقتها جابي مارو بيدرك انها جرحته، بس ساجيري ما بتديلوش اي فرصة، بتكون قدامه في اقل من لحظة وبتهجم عليه، بيقدر يتفاداها وبتقول له انت على فكرة كنت بتكذب عليا لانك كنت بتحب مراتك فعلا. ساعتها الواد بيفتكر اللحظات السعيدة اللي عاشها معاها، ده بيخليه يتعصب لأبعد درجة وبيهجم عليها بكل شراسة. تعرف صوت ضربته عمالة تقول له كلام بيكسر فيه، بيقول لها انت مش عارفة اي حاجة عن العالم اللي عشت فيه، عالم قذر ووسخ لأبعد درجة، علشان كده انا اجوف بدون مشاعر. بيهجم عليها واثناء هجومه بيفتكر مراته هي بتضمد جروحه، بتحضنه وبتقول له انت مش اجوف زي ما انت فاكر، بل انت كمان طيب، والدليل على كده انك ما همكش العلامه اللي موجوده على وشي. بتكمل كلامها وبتقول له ان سببها ابويا اللي عملها علشان يخليني اطيع كل اوامره بشكل اعمى. بنرجع تاني للحاضر وبنشوف جابي مارو هو متعصب، بيقول انا شخص وسخ ما ينفعش يتقالها عليا انسان. بيفتكر لما كان بيرجع لها وهو مبسوط انه خد الفلوس من الناس اللي قتلهم، وعلى الرغم انها مش بيعجبها شغلانته الا انها بتبتسم ليه بكل حب. في لحظتها بيقرر يسيب الشغل الحرام وياكلها بالحلال، بيروح لشيخ القرية وبيقول له خلاص انا هبطل شغل الاغتيال. بنرجع تاني للحاضر، ساجيري بتطلع ورقة غريبة قادرة انها توقع عنه كل الجرائم اللي عملها وتخرجه من السجن. ومش بس كده، ده انت كمان هتكون تحت حمايتنا، يعني ولا مكتب قاضي ولا شيخ القرية بتاعك ده يقدر يمسك بسوء انت ومراتك، لكن الشرط الوحيد هو انك تروح للعالم السفلي. والعالم ده بكل بساطة عبارة عن ارض خصبة مليانة سعادة، ويقال انه فيها اكسير الحياة. الاكسير ده مهم جدا لكبار السلالات، وواحدة من اهمهم هي سلالة الشوجن اللي بعتت شوية من جنودهم لهناك، لكن ما رجعتش غير سفينة صغيرة مليانة ورود. الناس اللي موجودة على المينا بيفتكروا انه خير وبيشيلوا شوية الورد، والفاجعة انه بيقع منها رجل شخص ميت. الهوا بيزق باقي الورد وبتطلع جثة شكلها مرعبة لأقصى الحدود، ومن وقتها قرر رئيس الشوجن انه يبعت المجرمين اللي محكوم عليهم بالاعدام للارض دي، وده كله طبعا علشان يجيبوا له اكسير الحياة. ساجيري بتكمل كلامها وبتقول له ان مراتك من حين اختفائك وهي قافله على نفسها ومش بتكلم حد. لاخر مره هسألك، هل موافق تيجي لاخطر مكان في العالم مع اخطر المجرمين، وجايزتك هي رجوعك مره تانية مع مراتك؟ ما بيلحقش يرد، والقاضي الخنزير ده بيؤمر الجنود بتوعه بالهجوم عليهم. وقتها جابي مارو بيقول لها مش كنتي عايزه تشوفي قوتي، وبيفعل قوته جمدان. في اقل من ثواني بيكون قاتلهم ومخلص على الجنود كلهم. ساجيري كمان مثبته القاضي، وساعتها بيقول لها انا موافق على عرضك. وبعد مرور الوقت بيوصلوا المكان مهجور تابع لحكومة الشوجن، وبيكون موجود عدد كبير جدا من أخطر المجرمين في العالم. المهم بيطلعوا جسد فيه ورد وشكله مرعب جدا. واحد من الحراس بيقول لهم ده هو الشخص الوحيد اللي قدر يرجع من العالم السفلي من ضمن ال100 اللي قبلكم. المجرمين أول ما بيشوفوا كده بيترعبوا، بيقولوا لهم احنا مش عايزين نروح. بيقول لهم انتوا حرين، اللي عايز يمشي يتفضل.
وفعلا واحد من المجرمين بيمشي، لكن في اقل من لحظه بيكون الجلاد قطع راسه. بعدها بيشاور للجلادين انهم يحطوا سيوفهم على رقبه المجرمين. بيقول لهم انهم لما يروحوا للجزيره هيكونوا مراقبين من قبل الجلادين، وهيكون ليهم الحق انهم يقتلوا اي حد لو اساء التصرف. بس اثناء كلامه بينادي الرئيس، واللي بالمناسبه اسمه يودو، بيقول له قلل عددهم علشان عدد الجلادين مش هيكون كافي. وقتها بيقول للمجرمين قد بدأت الحفله. الكل بينزل تقتيل في بعض بكل شراسه، ضربات من هنا وهناك والدم بيملى المكان. من هنا بنبدا نتعرف على اشرس واخطر المجرمين، اللي منهم تشوبي قدر يعمل قريه لصوص في اعماق جبل ايوو، وكوينشي اللي قدرت تغزو احد القلاع المهمه ذات التحصين العالي. ومش بس كده، لا ده كمان قتلت كل اللي فيها. والراجل العملاق ده بيسمى سيف التنين. لكن فكك من كل دول، لان اخطر واحد فيهم هو جابيمارو الاجوف. بنشوف الرئيس وهو مستغرب منه لانه ثابت في مكانه من بدايه القتال، بس فجاه شويه مجرمين بيقرروا الهجوم على ساجيري علشان ياخدوا منها السيف بتاعها. الجلاد اللي جنبها واللي بالمناسبه اسمه يازان كان عايز يتدخل، بس هي بتمنعه. في رمشة عين بتكون قطع راس المجرمين كلهم، لكن بعد ما بتقتلهم بتحس كأن ارواحهم ماسكاها. بتفكر وبتقول ليه بيحصل لي كده، لكن بيقطع تفكيرها صوت جابيمارو بيقول للرئيس ان القتل عند عدم الاضطرار ده يبقى جنون. وقتها الحارس بيحس ان هو بيهين الرئيس، فبيقول لاحد المجرمين لو قتلته هنعفو عنك. ساعتها بيرمي على جابيمارو طوبه كبيره، بس بيعرف يتفاداها بكل سهوله. بقى كده انت اللي جبته لنفسك. بيهجم عليه وفي اقل من ثانيه بيكون قتله. بيكمل على باقي المجرمين وعمال يقتل فيهم باسلوب وحشي. بيجي قدامه بيكسر عظمه وبيفرم لحمه. ده بيخلي كل اللي موجودين مرعوبين من بشاعه المنظر. جابيمارو ايده ملطخه بالدماء والجثث جنبه. يازان بيقول اساليبه وحشيه فعلا. بينصح ساجيري انها تمشي وتسيبه لانه هيكون خطر عليها، لكنها بتقول له ما تخافش عليا لان انا هقتله. بنكتشف انه اتبقى 10 بس، وبيبلغهم الحارس ان كل واحد هيكون مرافقه جلاد كمراقب عليه. المهم بيركبوا السفينة المتوجهة للجزيرة، وبعد مرور بضعة ساعات بيوصلوا للجزيرة أخيرا، وبيكون معاهم أكل يكفيهم ل3 أيام. أثناء ما هما بيتكلموا بيهجم أحد المجرمين على جابيمارو بيخبطوا في الشجرة. ساجيري بتقول للجلاد اللي معاه أنت إزاي مش رابط إيده وسايبه كده؟ بيقول لها مش هنركز على حاجة غبية زي كده. ساعتها الواد بيقوم من تاني والضخم بيطلع سلاح عملاق من معاه، بوم بيقوم نازل بيه على راسه، بس السلاح بيتكسر. مكمل ضرب فيه، لكن جابيمارو مش همه وعمال يربط في الحبل بتاعه. بيقول له خلاص انتهى وقتك. بيهجم عليه بضربه فتاكه بيطيره لفوق. الواد ما بيلحقش ياخد نفسه، وجابيمارو بيهجم عليه بالقاضيه، بس لسوء الحظ بيكون في عدد مهول من السيوف فوق راسه. لكن الواد الفاجر بيقدر يتفادى كل السيوف بسرعه مش طبيعيه. العملاق بيقوم من تاني، لكن جابيمارو ما بيديلوش فرصه وبيقتله بكل سهوله. بعدها الجلاد اللي كان مراقب العملاق بياخد راس العملاق، وقبل ما يمشي بيحذر ساجيري من ارخاء دفاعها. وعلى الجانب الاخر عند الجلاد يازان، المجرم اللي ماشي معاه بيهجم عليه وبيقدر فعلا انه يقتله. بنرجع تاني لجابيمارو اللي بعد ما الجلاد بيمشي بيهجم على ساجيري، لكن بتعرف تصد ضربته. الواد عمال يهجم عليها بكل غضب ومش راحمها نهائي. المشكله ان البت تقريبا بتكون في نفس مستواه. بيقول لها انا مش بكرهك، بس لازم اقتلك علشان انت عائق بالنسبه لي. مكملين قتال لحد ما جت الفرصه المناسبه انه يقتلها، لكنه ما بيعرفش. بيقول في نفسه وانا إيه اللي مخليني متردد كده؟ ساعتها بيفتكر مراته وهي بتقول له من الطبيعي انك تكون مش عايز تقتل حد، مشاعرك مش نقطة ضعفك بل نقطة كمال قوتك. الواد بيقدر يتفادى ضربتها وخلاص كان هيقتلها، لكن بيمسك نفسه على اخر لحظة، وساجيري بتقدر تلحق نفسها وتبعده عنها. بيهجم عليها من تاني وبيقول في نفسه القلب ده مصدر ازعاج. بيفتكر كلام شيخ القرية اللي بيقول له اقتل بدون مشاعر، المشاعر ضعف وبيها مش هتقدر تحمي حد من احبائك. كلامه بيسيطر عليه، قوته بتزيد اضعاف مضاعفة. بيقدر يكسف سيف ساجيري، وقتها بتستخدم غمد السيف وبتصد ضربته، لكن بعد بضع دقائق بيكون قدر يهزمها وبيحط السيف على راسها. عمال يحاول انه يقتلها ولكن قلبه منعه. صوت شيخ القرية بيقول له اقتلها، وصوت مراته بيهديه. وقتها ساجيري بتدرك انه مش اجوف زي ما هو معروف عنه. جابيمارو بيبدأ يعيط، بيقول انا كده مش هقدر ارجع لمراتي. ده اللي بيخليها تقول له نفس كلام مراته، المشاعر مش ضعف، دي نقطة كمال القوة.
في لحظتها بيقدر يتملك نفسه وما بيقتلهاش. وعلى النقيض الآخر تحديدا عند سيف التنين بيكون ماشي مع الجلاد بتاعه أثناء ما هم ماشيين في حشرة بتقرصه من إيده، في أقل من لحظة بيكون قطعها. الجلاد بيستغرب لكن بيبص على الإيد المقطوعة بيلاقيها اتحولت لورد زي الجثة. الغريب بقى إن الحشرات عندها وشوش بشرية، مما يعني إن دول كانوا بشر قبل كده، لكن فجأة بتظهر وحوش كتيرة من كل مكان. والمصيبة الكبرى إن في وحش هربان من انمي هجوم العمالقة كمان. وكذلك الحال عند جابيمارو، بيكون ظاهر قدامهم وحش بجسم حشرة وراس سمكة. يخرب بيت الرعب يا جدعان. جابيمارو ما بيفكرش كتير وبيخش في وضعية القتال. الوحش بيهجم عليه والواد بيديله شلوت في وشه وبيكسره له، لكن الوحش بيمسك رجله وبيرزعه في الأرض. ساعتها بيفتكر كلام شيخ القرية وهو بيقول له إياك أن تقاتل عدوا تجهله. الوحش بيهجم عليه وبيرميه لبعيد. ساجيري بتطمن عليه وقتها بيقول لها احنا لازم نهرب، لكن تهرب منين يا حيلتها؟ الوحوش محاصرها من كل مكان. ساعتها جابيمارو بيخش في طور الجمدان، بينط على الوحش وبيغرز ايده في راسه وبيولع فيها. بيكمل على باقي الوحوش الاول في التاني في التالت وخلص عليهم كلهم. في الوقت ده الوحوش الصغيرة بتمسك في ساجيري. واحد من الوحوش العملاقة بيقرب عليها وخلاص هينهيها، لكن تنهي مين يا حزين؟ جابيمارو بيقدر يقطع ايد الوحوش ويلحقها بكل سهولة. وعلى الرغم من كده وحش السمكة بيتجدد من جديد وبيهجم عليه. في آخر لحظة بيتدخل واحد من الجلادين واللي اسمه بالمناسبة جينجي، بيخلص عليه. وقتها بتظهر المجرمة يوزوريها، واحدة من أخطر المجرمين اللي بتتميز بأساليب إغرائها اللي ما بيتحملهاش أي راجل. لا يا راجل، والله زي ما بقولك كده. وبسبب كده بتكون مراقبة من قبل 2 من الجلادين. الأول زي ما انت عارف جينجي، والتاني بقى هو سينتا. المهم البت عمالة تحاول تغرف جابيمارو، لكن الواد بيقول لها أنا عارف أساليب عشيرتك القذرة دي كويس. بتقول أنا جاية لك علشان نتعاون سوا، أنا عليا المعلومات وأنت عليك القتال. بيبدأوا يقولوا معلومات كتير جدا عن الجزيرة، من أول الحشرات اللي موجودة لحد التماثيل الغريبة اللي مبنية على الأسلوب البوذي. وقتها جابيمارو بيقرر يوافق على عرضهم، لكن فجأة البت ساجيري بيغمى عليها. بنرجع بالماضي علشان نتعرف على أخو تشوبي لما قدر يترقى لحد ما وصل لرتبة عالية. ساعتها راح للسجن اللي موجود فيه تشوبي وعرض عليه نفس الإعفاء الرسمي. في تلك الأثناء بيظهر لهم مجموعة من الوحوش الضخمة، ولكن تشوبي ما بيدهمش أي فرصة بيهجم عليهم. الواد أخوه وقتها بيفتكر لما أبوهم أعدم وأمهم ماتت، كانوا بيشحتوا مش لاقيين فلوس ياكلوا، لحد ما بيهجم عليهم شوية حرامية. لكن تشوبي بيقدر يتكيف معاهم وبيبقى قائد الفرقة كمان. بس في أحد الأيام بيتحاصروا من الشرطة، وتشوبي بيقول لأخوه اهرب انت وارجع تاني وحررني. بنرجع تاني للحاضر، وتشوبي بيقدر يخلص على أول واحد، لكن للأسف السيف بتاعه بيتكسر. ساعتها بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا يجروا. بس وقتنا كده أحد الوحوش بيمسك أخو تشوبي، بيقول له تعال الحقني، لكن بيقول له استرجل كده وصرف نفسك يرحمك. فعلا الواد ما بيكدبش خبر وبيهجم عليه. تشوبي بيديله الضربة القاضية، وساعتها بيقول له عطلتهم كويس يلا. ما بيلحقش يكمل كلامه وبيتم الهجوم عليه. بيقرب عليهم وحش عملاق وبيقول لهم إن القتل إثم عظيم. الوحوش ابتدت تحاصرهم من كل مكان، ولكن الواد ما بيهموش وبيقول لهم تعالوا لي يا غوالي. اللي بيجي قدامه بيشق وبيفنش امه، وفعلا بيقدر يخلص عليهم كلهم. اخوه بيفتكر لما كانوا صغيرين كان قاعد بيعيط على موت امه وابوه وحالهم الحالي. ساعتها المعلم بيزعق له وبيقول له استرجل يلا، اياك تظهر اي ضعف، لانك لو عملت كده هتموت وسط القذارة دي. امشي ورايا وثق بيا لان انا الصح المطلق. ساجيري بتفوق اخيرا وبتلاقي جينجي قاعد معاها، بس البت بتنفضه وبتطلع بره. بتشوف جابيمارو هو قلب الشيف بوراكو بيعمل لهم اكل ومعاه سينتا والبت يوزو. المهم اول ما بيشوفوا الاكل اللي عمله الواد الكل بيشبع بمجرد النظر. جابيمارو بيقول لهم الوجبه دي معده من الحاجات اللي موجوده هنا، لكن المهم واثناء ما انا كنت بدور على الموارد اكتشفت ان في حبه نباتات متكونه من جثث البشر. واثناء ما هو كان بيقول كده كانت البت يوزو بتاكل الاكل. بتقول الله يخرب بيت امك ازاي تاكلنا حاجه زي كده. وفي غروب ذلك اليوم جينجي بيقول لي ساجيري انت من بكره الصبح هتاخدي قارب وهتروحي لبيتك، ما ينفعش انثى ضعيفه زيك تكون في المكان ده. بعدين انت مهمتك يا بنتي ساموراي تعيشي حياه مرفهه وتتجوزي رئيس العشيره
الأخير القادم. ساعتها بيدخل سينتا وبيقول له انت فاكر ان الرجوع بالسهولة دي؟ في الوقت ده بينتقل بينا المشهد عند الجلاد تنزا اللي تعاطف مع المجرمة اللي معاه وعزم على تهريبها. بيقعدوا يمشوا شوية بالسفينة لحد ما بيلاقوا السفينة عملاقة. تنزا بيقول اكيد دي سفينة الشوجن، لكن فجأة بتطلع وحوش شكلها غريب جدا منها. الواد اول ما بيشوف كده بيستلقي سيفه على طول. المجرمة بتقول له يا غبي انت كده هتموتني، وفعلا الوحش بقى 10 بسبب انعكاس الأشعة الصادرة من السيف. تنزا ما بيهموش، مكمل تقتيل فيهم ومحدش قادر عليه. اثناء جريهم المجرمة واللي بالمناسبة هي الناجية الوحيدة من سلالة سانكا بتفتكر لما لقت شوية ناس في الغابة، وقتها بكل براءة دلتهم على مكان قريتهم. الخائنين المنتسبين لسلالة الساموراي قتلوا كل اهالي القرية وبيحبسوا المجرمة. بيتقطع حبل افكارها لما بيشوفوا احد الجلادين ميت ومتحول لورد. تنزا بيترعب. المجرمة بتقول له خلاص امشي انت، انا ما استاهلش ان اعيش، انا السبب في مقتل عشيرتي. الواد بيقول لها بطلي عبط وبيرمي ليها السيف من سيوفه. بيقول لها ساعديني نروح للمركب بتاعنا بسرعة. وبعد مرور الوقت اخيرا بيوصلوا للشاطئ والاتنين بيكونوا متدشملين بالمعنى الحرفي. وفي اليوم التالي ساجيري بتقول لي جينجي انا مش هسيب المكان. بتترجى انه ينظر ليها كساموراي وساعتها بيتعصب جامد وبيهجم عليها، بس لا البنت في ثواني بتكون واخده سيفه. بيتعصب عليها وبياخده منها وبيقول لها السيف ده روح المحارب. لكن فجأة بيظهر ورا واحد من اخطر واقوى المجرمين، مجرم عملاق بشكل مجنون. بيهجم على جينجي اللي بيحاول يهجم عليه هو كمان بسيفه، لكن بيكسره له وبيصيبه جامد في بطنه. بنشوف المجرم العملاق روكوروتا وهو لسه رضيع، كان عيل تخين وبياكل بشكل غريب. امه وابوه كانوا مبسوطين بحجمه الكبير. بتمر الايام لحد ما الواد بيكبر شويه وبيقتل عيلته، بل كمان كل اهل القريه. في الوقت الحاضر ساجيري بتجري على جينجي، بيقول لها امشي من هنا بسرعه، وهي بتقول له لا انا مش هسيبك. واثناء كده ريكوروتا بيهجم عليهم، بس في اخر لحظه جابيمارو بيتدخل بيطيروا له بعيد. ومن هنا ساجيري بتدرك ان الجلاد ايزن خلاص مات. جابيمارو بيتخذ وضعيه القتال ومن جواه هو مش عارف ازاي هيقتله، وده بسبب انه اقوى منه جسديا بمراحل. الواد ما بيلحقش يفكر وبيلاقي ريكوروتا بيرمي عليه احد الشجيرات. بيتفادى هجومه وريكوروتا بيهجم عليه من تاني بايده. جابيمارو بيعرف يتفادى ضربته، وقتها بيهجم عليه اكتر من مره بس بيعرف يهرب منه. بينقض عليه بعاصفه الصخر وللاسف ما بيتاثرش فيه، ولا تقول ان بيزغزغ ومش بيهجم عليه. بعدها بيستخدم سلاح من معاه. السلاح ده قوته بتضاهي السيف الفولاذي، بس برضك ما بيأثرش في الطور الهيجان اللي قدامهم ده. وعلى الجانب الاخر ساجيري بتحاول تضمد جرح جينجي ولكن بلا فائده ترجع. البت بتكون مرعوبه عليه، وجينجي بيقول لها انت شخص غريب فعلا، من شويه كنت عربجيه ودلوقتي حته طريه وكمان خايفه عليا. البت دموعها في عينها وبتقول له اكيد هزعل على زميلي الاكبر في التدريب. جينجي بيقوم مديها السيف بتاعه. انا مش هقول لك اهربي يا ساموراي، لكن هقول لك خدي حقي انا وايزن، ومن ثم بيفارق الحياه. عندي جابيمارو بيكون مش قادر يعمل اي حاجه مع روكوروتا. فجاه صباع العملاق بيتقطع. ساجيري بتدخل الساحه واحلى تسجيل حضور على دماغك يلا. بتقول لي جابيمارو انها قدرت تعمل كده لما ضربته في الفجوات اللي موجوده بين صوابعه. ايه ده هو انتوا لسه هتتصاحبوا؟ روكوروتا بيهجم على جابيمارو بس بيعرف يصد هجومه بكل رشاقه. ساجيري بتحاول تقطع رجله لكن جلده بيكون صلب جدا. المريب انهم بيسمعوا الصوت غريب، وفجاه الضخم بيبدا يعيط بهستيريا وبيهجم على الواد. ما بيقدرش يتفادى هجومه وبيتشنه في مكانه. بيقوم من تاني وبيقول في نفسه يلا كمل قتال، دي ضربه مش قاتله. بس الواد بيقع على الارض ملطخ بالدماء. العملاق بيستغل الوضع وبينقض تاني. ساجيري بتقدر تغير مسار ضربته بسيفها وبتقف بكل جبروت قدام العملاق، بتتصدى لكل هجماته بكل شراسه ومش هاممها حجمه. اخيرا بتيجي الفرصه المناسبه وبيقع على الارض. البنت بكل سرعتها بتيجي ورا ظهره علشان تقطع راسه، لكن العملاق بيكون اسرع منها وبيقدر يبعد عنها. جابيمارو بيقوم بيقول لها انا جات لي فكره مهمشه شويه، وبيبداوا في تنفيذ الخطه. بيولع في الغابه بقدرته الخارقه والعملاق مش عارف يتنفس وعمال يكح، وبسبب قله الاكسجين بيقع على الارض. ساجيري بتقف جنبه وبتستعد لقطع راسه. بيهجم عليها وجابيمارو بيثبت ايده في الارض. بيزعق لها وبيقول لها يلا هنموت، وبالفعل بتقدر تقطع راسه اخيرا. بعدها بياخدوها جري بكل سرعتهم لحد ما بيوصلوا لسينتا ويزوريها. الصدمه انهم بيلاقوا قريه اسمها شينسينكو، والاسطوره بتقول ان القريه دي بيعيش فيها النساك. النساك دول يا سيدي ناس خارقين القوه ويعتبروا خالدين، دايما بيظهروا على شكل عواجيز وكبار في السن. طب ولو ظهروا لك يبقى تتشهد على روحك، لانه مستحيل قتلهم او حتى الهروب منهم، وبنسبه كبيره هم موجودين هناك.
في مكان تاني عند تشوبي هو واخوه بيلاحظ حاجة غريبة بعيد. لما بيركز اكتر بيلاقي اتنين كده، وقتها الاتنين بيخشوا في وضعية القتال. بنرجع تاني لجابيمارو، بيكون في شخص بيراقبه مستخبي ورا الشجرة. الواد بيلاحظها وبيجري وراها. البت دي بتكون طفلة بس سريعة لأقصى الحدود، لكن على مين؟ جابيمارو عمك يا زعيم. بيقدر يمسكها، وفجأة في وحش خشبي بيهجم عليه، واخيرا باقي الابطال بيوصلوا. ساعتها بيجري ورا الطفلة ويسيب لهم الوحش. ساجري بتجري وراها هي كمان، وطبعا هتسألني هم ازاي هيقدروا يهزموه. هقول لك يا عزيزي بكل بساطة، بطريقتهم الخاصة. المعلم مكمل ورا البت، واخيرا بيقدر يمسك ايدها. البت بتكون نينجا وبتمرجحه. ايوه يا بت كده وريه. اول ما ساجري بتقرب بتطلع تجري، بتقول لها احنا مش هنأذيكي، كل اللي احنا عايزينه ان احنا نتكلم. والغريب انها بتفهمهم، وساجري بيتقرب عليها ولسه هتكلمها، قامت الخبيثه وفعلت وضع الانقضاض. جابيمارو في اخر لحظه بيدخل وبياخد الضربه. الواد وقتها بيخش في وضعيه القتال، وفي اقل من لحظه بيكون معلقها على الشجره. الصغنونه بتبدا تعيط، بيرفقوا بحالها وبينزلوها وبيبداوا يهدوها. يوزوريها وسينتا بيجوا، والوحش بيقوم من تاني، بيتكلم وبيقول لهم رجعوها لي بمقابل اني هوديكم للقريه. فعلا بيوافقوا لانهم ما قدامهمش خيار تاني. لما بيوصلوا للقريه بتكون مهجوره، وبيقول لهم الشجره هي ما كانتش كده قبل 1000 سنه. المهم بيوديهم لبيته. جابيمارو لسه هيتكلم، ويوزوريها بتقول له اركن انت دلوقتي، انا عايز استحمى. بعد الاستحمام بقى الشجره بينزل لهم اكل، والكل بياكل الا ساجيري وجابيمارو لانهم لسه مقلقين منهم. الراجل بيبدا يحكي لهم عن المكان اللي موجودين فيه واللي اسمه كوتاكو، بيعيش هنا جميع الكائنات الروحيه والشينسينكو. جابيمارو بيساله عن اكسير الحياه، وهو موجود فعلا، ولو موجود فين؟ بيقول له والدليل اني عندي قدره من قدراته الا وهي التجدد. اما مكانه بالظبط فهو تحديدا في وسط الجزيره، ولكن علشان تاخده لازم تجتاز الاول كائنات التنسين. بنرجع تاني للاخوين اللي بيقاتلوا واحد من التنسين دول. بيقسموا التنسين لنصين، والاتنين بيكونوا مصابين بشده. الغريب انه بيطلع منه جذور شجره بتشفي كل جروحه. من هنا بندرك انهم مش بيموتوا ولا بيكبروا في السن. تشوبي بيهجم عليه بالمرزبه، اما الواد فكان فاجر، بايده العاريه بيقدر يكسر له سيفه. بينقطع المشهد بالشجره وهي بتقول لي جابيمارو واصحابه مقابلتي ليكم بصدر رحب هي اقل حاجه اقدر اقدمها لكم، لاني فعلا مشفق عليكم. بينتقل بين المشهد من تاني لتشوبي هو واخوه اللي بيكونوا سايحين في دمهم، والتنسن الوسخ ده بيرميهم في حفره غريبه مليانه بجثث على شكل ورود. بنعرف ان ده هو مصدر تكون اكسير الحياه. اخو تشوبي بيكون لسه في الروح، وبنشوف النباتات وهي بتبدا تربطه. اخوه بيبدا يقطعها وهو حزين عليه، وبالفعل بيفوق اخيرا. على النقيض الاخر عند جابيمارو بيروح للحمام علشان يغسل جروحه، وبتكون البت الصغيره موجوده. الواد ما بيهموش وبيدخل عادي، بس البت بتبدا تعيط. جابيمارو بيقول لها في قريتي كان الجميع بيتشاركوا نفس الحمام، بصرف النظر بقى عن السن او حتى ولد ولا بنت، الا شيخ القريه لانه كان عنده حمام ليه لوحده في بيته من المحظوظه. ساجري بيطلع حاجة غريبة، والبت عندها جرح كبير، وعلى الرغم ان عندهم موارد كويسة جدا للاستحمام الا ان البت بشرتها وشعرها خربانين. بتقرر انها ترد الجميل عبر انها تعلمها طريقة استخدام الموارد دي، من الاخر يعني هتدلعها. فعلا البت بتقدر تخلي شعرها حرير. البت كوافرة ما فيهاش كلام يعني. طبعا هتقولي فين جابيمارو؟ هقولك حاطينه زي الكلب في اوضه صغيرة كده. وقتها بيفتكر مراته وهي بتغسل له ظهره، بتقول له حاول ترتاح وقت ما يكون متاح، اعتبر نفسك جنرال وانا الاستراتيجي بتاعك وبقول لك ارتاح. ساعتها بيسمع كلامها، وبعد ما بيخلص الاستحمام بيقول لها بصفتي الجنرال فانا بأمرك بعدم اخفاء ندبة وشك بشعرك. البت بتتبسط وبتقول له انا بحب اعمل شعري بالطريقه دي مش اكتر، لكن لو دي رغبه الجنرال فحاضر يا عينيا. مبسوطه لان دي اول مره حد يتقبل الندبه اللي على وشها بل كمان يحبها. في الوقت ده بيقول للبت الصغيره لو كنتي محرجه بسبب الندبه اللي عندك فما تتحرجيش ابدا. ساجيري بتقول له مش بايديها، بيقول لها اخالفك الراي في دي لاني عارف ست بندبه كبيره ولكن ما فيش بنت تضاهيها في الجمال. ايوه يا شاعر سمعنا كمان وكمان وقول. لسه هيمشي، قامت البت الصغيره بتمسكه بيروحوا سوا، واثناء مشيهم ساجيري بتفكر وبتقول في نفسها شكله مش وحش قوي زي ما انا كنت فاكره. من هنا هنرجع بالماضي حبة حلوين لما تنزا كان لسه عيل صغير، كل الناس بتناديه بالحثالة عديم الفائدة. ضيف كمان انه كان مولود في الاحياء الفقيرة، اما امه وابوه فخلفوا نسيو، وده خلاه لما يجوع يسرق من المحلات ويطلع يجري. بقى عيل شاور عجل اللي يضايقه ياخد حقه بدراعه، بيعمل كل حاجة شمال الا القتل. وفي نهاية اليوم بيفرد فرشة عادية وينام عليها، لحد ما احد الايام وهو بيضرب ناس وخلاص هيقتلهم بيجي راجل غريب
عميل من الجلادين وبيقول له كفايه. تنزا لسه هيكتر معاه، قام الجلاد بكام ضربه رقده. وفي الوقت الحاضر تنزا والمجرمه بيتمشوا على البحر بيفكروا في خطه للهروب، بس فجاه بيظهر شخص غريب وكانه نازل من السماء. تنزا بيتيقن ان اللي قدامه ده مش شخص عادي، لا، وقتها بيطلعوا يجروا املا في الهروب، لكن ده عند امك يلا. فجاه بيظهر الواد من قدامه مره تانية، بيهجم عليه بضربه غريبه، لكن استنى كده، دي نفس الطريقه اللي البت الصغيره ضربت بيها جابيمارو. الضربه دي بتطير الواد لبعيد. الشخص الغريب لسه هيقرب على المجرمه، ولكن تنزا بيقوم من تاني. في اقل من لحظه بيكون قطع له عينه وبتتجدد من تاني. تنزا بيقول للمجرمه واللي بالمناسبه اسمها نوراجاي هنهرب اول ما اشاور ليكي، وبسرعه خارقه بيقوم قاطع له راسه وايده. بعدها بيطلعوا يجروا باقصى سرعه عندهم، والواد ما بيموتش وبيلحقهم برضه. اثناء كده سيف مجهول المصدر بيقطع راس الواد الغريب ده، وبيطلع مين؟ ايوه، معلم تنزا. بيقول له هي لسه فيها كلام، اهرب يا ابن الجزمه ما عندناش وقت. بنكتشف ان المعلم ده اسمه شيون، على الرغم انه كفيف الا انه قوي بدرجه مرعبه. بعد الكثير والكثير من الجري بيبعدوا مسافه كبيره عن مكان الواد. تنزا بيسال شيون انت بتعمل ايه لوحدك هنا؟ بيقول له بعد ما خلصت واجبي وقررت اروح، لقيت اني مش قادر القى اي تيار يوديني لخارج الجزيره. ساعتها اكتشفت ان دي حدودي كرجل كفيف، فبدور دلوقتي على اي حد يروح معايا. تنزا ما بيصدق وبيقول له خدنا معاك احنا الاثنين. وقتها بيرفع سيفه على نوراجاي، بيقول له مين البت دي؟ الواد بيتدخل وبيدافع عنها، وفعلا شيون بيوافق. واثناء حديثهم بيجي الشخص ده واللي بالمناسبه اسمه جوجين. في اقل من ثانيه المعلم بيلحقهم، ولكن بيتصاب جامد في حنجرته. تنزا بيهجم عليه يمين وشمال وبيلوش بالسيف في كل مكان، ولا ضربه حتى بتصيبه. وقتها بيهجم عليه من تاني ولكن بقوه اكبر. شيون بيقول له بعلو صوته اياك، والواد برضه عمل اللي في دماغه، بس يا ريته ما عمل. بضربه واحده جين بيصيبه اصابه حاده. ساعتها شريط حياته بيتعرض قدامه لما كان شيون بيدرب تنزا. الواد بيكون فقد الشغف خالص وبيقول له انا مش عايز اكون ساموراي. بيرد عليه انا مش بقول لك تكون كده، لكن علشان لو في يوم من الايام احتجت انك تحمي حد تقدر تحميه. الواد بيكون عنيد وبيقول له انا عايز امشي من هنا، فبيقول له براحتك بس لازم الاول تضربني ضربه واحده. المعلم بيكبر دماغه بيحاول يهرب بالليل، بس اثناء هروبه بيقابل هايزن. بيقول له ما تخافش انا ماليش دعوه بيك، ولكن تعال اقول لك على حاجه. بيبدا يحكي له قصه اخوه شيون الصغير. كان مهتم بتطوير مهارته بيدرب اخوه الصغير، ولكن اخوه كان عيل طايش زيك كده وقرر يمشي برضه. وبعد مرور كام سنه شيون راح يشتغل عادي، لكن اللي كان تحت ايده مش اي حد، ايوه اخوه الصغير. للاسف ما كانش قدامه اي خيار، يقال انه هو بيقتله. قال له انا اسف يا معلمي. بندرك انه لما هرب ما عرفش ياكل نفسه بالحلال، فبدا يسرق ويقتل الناس علشان لقمه العيش. من وقتها شيون بقى شغوف بالتدريب علشان ما يتكررش نفس اللي حصل مع اخوه. تنزا اتاثر وقرر يضرب شيون ضربه واحده وبعدها يمشي. في الوقت ده تنزا أدرك إنه خلاص بيموت. بيقول في نفسه خربانة خربانة. بيهجم على جين بكل شراسة وبيوقعه على الأرض. بعدها بينزل على وشه وبيكسر أمه. جين بيضربه من تاني في بطنه وبيبص لهم ومش قادر يتكلم. بيحاول يقول لهم اهربوا اهربوا كده كلنا هنموت هنا. شيون بيفهم نظرته، بياخد البت ويطلعوا يجروا. البت بتعيط وبتصوت على الواد اللي بيخش على جين تلطيش يمين وشمال ومش حله حرفيا. بس في النهاية المعلم بيموت. بينتقل بينا المشهد عند شيون. البت تضرب فيه وعمالة تعيط بشكل هستيري. بتقول له احنا هنرجع له تاني. بيقول لها هو ده اللي كان عايزه تنزا. بتبص له بالزراء وبتقول له مستحيل تكون معلمه. بيقول لها لا انا اكتر من معلمه. الواد ده ابني اللي انا ما خلفتوش. لو ما كناش هربنا كان زماننا متنا كلنا وضيعنا تضحيته. حرفيا مشهد يقطع القلب. تنزا اللي ميت ونوراجاي وهي بتعيط حزنا عليه، وشيون اللي حاسس بالعجز والضعف والحزن انه ما قدرش يحمي تلميذه المفضل. وفي النهايه بنشوف اليوم اللي قدر فيه تنزا يضرب شيون، لكنه طلب منه الاستمرار في تدريبه. شيون اتبسط جدا منه ووافق على طلبه. على الجانب الآخر عند جابيمارو، سينتا بيكون متوتر وتعبان على الآخر، مش عارفين هيعملوا إيه، لكن أنسب حل في الوقت ده هو النوم. الكل بينام ما عدا جابيمارو. بيقول في نفسه أنا ما عنديش وقت، أنا لازم أرجع لمراتي. وقتها بيقرر إنه يروح لوحده لوسط الجزيرة. المنطقة دي يا صاحبي اسمها هوراي، وهي دي المنطقة اللي متواجد فيها إكسير الحياة.
المهم الواد بيجري وبيكون الضباب كثيف جدا. اثناء ما هو بيجري بنلاحظ ان البت الصغيره ماي بتجري وراه. الواد مكمل جري لحد ما بيوصل لبوابه عملاقه، ما بيلحقش يفكر في اي حاجه وبيلاقي نفس الشخص اللي قتل تنزا قدامه. جين بيقول له امشي، ماليش نفس اقاتل البشر دلوقتي. جابي مره ما بيدروش فرصه وهجم عليه، هوب كسر دراع جين، ضربه كمان بتكسر له رقبته. الواد عنده قدره علاجيه رهيبه. على مين يا عزيزي؟ جابي مره بيمسكه تلطيش يمين وشمال وبيولع فيه. الواد فاكر ان كده خلاص مات، ولكن جين بيقوم من تاني، بيرزع بوكس وبيخبط ابوه في الجدار. جابي مره بيقوم ولا كأن حصل له اي حاجه. بيخشوا في التحامات جباره بعد الكثير من الفرك والمرك. جابي مره بيجرب يضربه في بطنه بكل قوته وفعلا بتأثر فيه. مش هننتهي بكده، جين بينقض مره تانية على ما عليه ولكن بقوه غريبه، سرعه مش طبيعيه لدرجه ان ضرباته لا ترى بالعين المجرده. جابي مره بيتجنن، بيقول خربانه عمال ياخد ضرباته ومكمل لحد ما بيوصل عنده. بينقض عليه بكل شراسه. مبدأه حاليا هتديني بوكس هديهولك 10. فعلا القتال بيحتدم لاقصى الحدود وجابي مارو دخل في طور الجنون. ضرباته بقت زي الرصاص، حرفيا بيعمل من جين لحمه مفرومه. واخيرا بعد معاناه بيقدر يهزم جين، بس ده اللي كان فاكره. الواد بيبدا يتحول لوحش مهيب مكون من العديد من الازهار. بيمسكه خلاص هيقتله. وقتها بيفتكر شيخ القريه وهو بيقول له فنون الشينو بال20. لما تواجه الموت اعمل اكبر ضرر ممكن بالعدو، ما تخافش لانك هتعمل كده بشكل غريزي، وده بسبب التدريبات اللي اتدربت عليها. جابي مارو بيقدر يحرق جزء من الوحش الغريب ولكن بعدها بيقع على الارض ومش عارف يتحرك نهائي. ساعتها بيجي طوق النجاه، مي بتتدخل وبتستعمل درع حمايه وبيطلعوا يجروا هما الاثنين. والواضح كده ان جين كان يعرفها. على الجانب الاخر الشباب الطيبين بيكونوا خايفين على جابي مارو ومش عارفين هيعملوا ايه. الشجره بتقول لهم انا هاجي معاكم لان مي مش موجوده وشكلها راحت وراه. بينتقل بين المشهد عند التنسين السبعه، كلهم بيتناقشوا عن البشر اللي موجودين على الجزيره، واثناء نقاشهم بيبداوا يتنمروا على جين، بل كمان واحد منهم بيدمر له راسه. ساعتها بيجي شخص باين عليه انه اقوى واحد فيهم بيقول لهم ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه دوت، احنا عائله ما ينفعش نأذي بعض، الا انا الوحيد اللي مسموح لي اذي اي حد فيكم وانتوا برضه لازم تطيعوني. المهم بيصب مشروب غريب كده وبيخليهم يقسموا بالطاعه للرئيس بتاعهم. اول ما بيشربوا جين وشه بيرجع طبيعي من تاني، وقتها بيقسم من جواه انه هيقتل جابي مارو. بنرجع تاني للزعيم اللي بعد الكثير من المشي في الضباب بيوصلوا مكان غريب فيه اشجار عماله تغني شعائر دينيه. الشجره بتبدا تقول لهم على حكايه الامر ده، بتقول لهم كل اللي على الجزيره ديت كانوا بشر في البدايه، لكن قبل ما بيموت اي شخص بيتحول لشجره. فقبل ما بنموت بنقعد هنا نغني الشعائر دي. فمثلا انا كنت متجوز ومخلف، ودي بنتي كانت اول واحده ماتت في عيلتي. وعلى الناحيه التانيه عند جابي مارو بيفوق بيلاقي قدامه سيف التنين. الاتنين خلاص على وشك القتال، لكن الجلاد إيشيكاوا بيوقفهم. بيسأل جابي مارو عن البت الصغيرة وفين الجلادة المراقبة عليه. الواد بيقرر يتحالف معاهم، بيقعد على الأرض وبيقول لهم ليه ما نشتغلش سوا. سيف التنين بيهجم عليه بسيفه ولكن الواد بيفضل ثابت. ساعتها بيعرف إنه بيتكلم بجد ومش عايز يضحك عليهم. المهم بعد ما بيقول لهم عن التنسين ومدى قوتهم الاتنين بيترعبوا. في الوقت ده بقى بتصحى البت الصغيرة مي. الواد بيلاحظ حاجة غريبة، كانت طفلة قبل بضعة لحظات وأما دلوقتي بقت إنسانة كاملة النمو. أثناء تفكيره بتناديله باسمه جابي مارو. بيشكرها على إنقاذها له وبيقول لها لو تقدري تتكلمي فقولي لي إيه الطاقة الغامضة دي وكمان إزاي أقدر أستخدمها ومين هم التنسين وإيه نقاط ضعفهم. بتقول له قوة التاو. بعدها بتبدأ تقول كلام غريب، تاو قوي وضعيف، عقل وجسد وكلمات متقطعة كتير ومش مفهومة. أنت أكيد دلوقتي جالك فضول تعرف إيه التاو دوت، ما جالكش؟ برضه هقولك. التاو هو عبارة عن القوة اللي بتتدفق في كل الحاجات اللي موجودة في عالمهم، يعني انك لو لمست التاو كأنك لمست اصل الكون. بنروح عند شيون، نوراجاي بتتحايل عليه انه يدربها وبتقول انا زهقت من كتر ما شفت الناس بتموت وهي قدامي، من اول عشيرتي وجدي لحد تنزا، دربني ارجوك. شيون في البداية بيكون رافض رفض تام، لكن بسبب اصرارها الحد بيوافق. بيبدأ يقول لها ازاي بيشوف العالم رغم انه كفيف. فبيقول لها بص يا ستي، كل الحاجات اللي موجودة في العالم بتطلع موجات فريدة وانا بقدر احسها واعرف كل حاجة، ولعلمك الموجات دي مش بتطور الحواس بس، لا ده كمان بتطور القدرات الجسدية بشكل رهيب. وعلشان توصلي للمرحلة دي لازم يكون عقلك مش قوي جدا ولا ضعيف جدا. نوراجاي بتقوله طب علمني مهارات السيف. بيبدأ يعلمها الاساسيات والبت فعلا بتبدأ في التطور. بنروح تاني لتاميا، بيكون في جيش جرار من الوحوش جاي عليهم، ووقتها بيشيل مي على كتفه وبيقول لها علميني. على النقيض الاخر عند تشوبي بيشيل اخوه
مصاب وبيطلع بكل قوته. اول ما بيطلعوا بيلاقوا شخص غريب، بنكتشف ان ده واحد من خدام التنسن وبيتعاملوا معاهم بشكل مباشر. بيأكد لهم انهم مش الوحيدين اللي جالهم شخص من خدام التنسن، بل كل البشر اللي على الجزيره. تشوبي بيقول له خلص عايز ايه؟ ساعتها الراجل الغريب بيطلب منهم انهم يرجعوا تاني للحفره. في لحظتها تشوبي بيهجم عليه، الراجل الغريب بيرزعه بوكس في وشه، بس على مين يلا؟ الواد بيقطع له دراعه بكل سهوله. المشكله ان عنده نفس قدره التجدد بتاعه التنسن، بل هو كمان بيقدر يستدعي وحوش كتيره. بيقول لاخوه اقتل الوحوش الصغيره وسيب الباقي ليا. بوم كل الوحوش ماتوا خلاص. تشوبي بيهجم عليه وعمال يحاول يضربه ولكن بلا فائده ترجى. الراجل عمال يتسلى عليه لحد ما بيلاقي الفرصه المناسبه. في ثانيه بيكون عمل له شق ضخم في رقبته. اخوه الصغير افتكر انه كده خلاص اخوه الكبير مات، بس لا، الواد بيفوق على الوحش بحركه مبغته وبيقطع له رقبته. الغريب اكتر انه بتظهر له علامه على رقبته. العلامه دي بتخلي الجرح اللي على رقبته يشفى. بيكمل على الوحش وبيكسر له ايده، بس في قلم اللحظه دراعه بيتعرج. الراجل بيلاحظ مدى تطور التاو بتاع تشوبي. استوب ثانيه واحده كده، لازم نتعرف على الندبات اللي موجوده في وش تشوبي. فاثناء لما كانوا صغيرين والعصابه قالت لهم كده شكلكم عيال فرافير ومحدش هيخاف منكم، لازم شويه جروح. بدون ادنى خوف الواد بيمسك سكينه وجرح عينه. في الوقت الحاضر بيهجم عليه في بطنه. الراجل الغريب مرعوب بسبب تطور تشوبي المرعب. ده بقى يقدر يشوف قوه التاو ويجمعها في حته واحده من جسمه. ساعتها بيستخدم التاو في قتل الراجل وبيقدر فعلا انه يقتله. لكن المصيبه ان العلامات اللي عليه دي عماله تزيد ومحدش عارف نهايتها ايه. على الجانب الاخر تامي عمال يحاول يستخدم التان، بس كل مره ماي بتقول له غلط لانه بيستخدم القوه الغاشمه. كذلك الامر ينطبق على جابيمارو. في الوقت ده شخص غريب بيهجم على ماي. تاميا بيصد هجومه، ولكن فجأة في شخص بيخطفها منه وبيقول لي ماي أنا كنت بدور عليك في السر بعد ما طردتك من القصر، إحنا محتاجين مساعدتك. جابيمارو بيدخل وبيقول له أنت مين يالا وإيه علاقتك بيها؟ بيقول له البت دي شبه التنسن وغذاها الأساسي هو لحم البشر. بعدها بينزل على رجله وبيترجاها إنها ترجع تاني علشان تقودهم. البت بتعيط، جابيمارو بيتدخل لحمايتها، وفي اللحظة دي بيظهر واحد تاني من الوحوش. بيبدأوا في استدعاء عدد ضخم من الفراشات والحراشات وتاميا بيتجنن. بيقولوا الكلب عديم القيمة اللي هناك ده هو سبب قطع ايدي. ده انا هوريك العذاب اشكال والوان يلا. بيتصف وشه فجأة بضربة غريبة، وفي اقل من لحظة الاتنين بيهجموا على جابيمارو وتاميا. جابيمارو بيسألهم انتوا عايزينها ليه؟ والرد القذر انهم بيحتاجوها في التدريب بشكل ما ينفعش اقول لك عليه. جابيمارو بيطلق عنان قوته وهالته بتنتشر في المكان وحرفيا الكل مرعوب. الاتنين بيتحولوا لوحوش استعدادا للقتال. جابيمارو بيهجم على الاول وبيحرق ايده. ساعتها بيهجموا عليهم بكميات مهوله من الحشرات. بيعمل حاجز عملاق من النار، وايشيكا بيقول له علشان تشوف التاو لازم تكون دماغك قويه وضعيفه في نفس الوقت، بس مش هتقدر تستخدمها الا لما ماي تحذف لك قوه التاو، وده عبر لمس مركز التاو بتاعك. فعلا البت تضغط على ايده والواد بيحس بشعور غريب. اخيرا الواد بيفهم طريقه استخدام التاو وبيقدر يحس بقوتها ويتفادى ضربات الوحش، بل وكمان بيتنبأ بحركتهم وبيهجم عليهم بنفس هجوم التنسن. بيقدر يوقع الوحشين ولسه جابيمارو هيستجوبهم. واحد منهم بيحاول يغفله، ولكن هو وتاميا بيعملوا احلى دويت وبيقدروا يخلصوا عليهم. بينتقل بينا المشهد عند ساجيري. بيخشوا كلهم مكان غريب، واول ما بيخشوا بيكون في راجل في اخر المكان. ما بيلحقوش يفكروا بيلاقوا راس الشجره مقطوعه. شكلهم داخلين على سواد السواد يا باشا. يوزوريها بتخاف وبتهرب. الواد سرعته مرعبه وبيقدر يمسكها في اقل من لحظه. الشجره بتقول خلاص دي نهايتي، بس على الاقل ادفني جنب عائلتي وغني الشعائر الدينيه. التنسن اللي قدامهم بيقول له كل دي خرافات الرئيس عملها علشان يسكتكوا. وقتها بيستدعي شويه بشر ميتين بيمسكوا يوزوريها. بيصدمهم بالحقيقه المره. بيقول لهم انتوا جايين هنا على الفاضي، لان مفيش حاجه اسمها اكسير الحياه اساسا. اللي موجود حاجه اسمها التان، لكن لو اي انسان عادي شربه هيموت بكل تأكيد. اثناء كلامه يوزوريها بتقدر تفك نفسها وبتهجم عليه. قدرت انها تقطع له راسه ودمرت له ظهره. البيت افتكرت ان كده خلاص مات، بس لا، بيتجدد من تاني ويوزوريها بتهرب. حراس الواد ده بيلحقوها وبيهجموا عليها بهجوم مريب. بتعرف تتفادى ولسه هيكلمها ام سينتا بيدخل. بيقول له لو عايز تقتلها تعالى واجهني الاول. المعلم بينفض له. ساجيري بتكون مصدومه، مش مصدقه ان سينتا استل سيفه. والمين ده؟ المجرمه. ساعتها بتشك انه بيحبها. المهم الراجل بيهجم على ساجيري وبيطيرها لبعيد. سينتا بيهجم عليه وقطع ايديه الاتنين ورجله. بيقول له ما تتدخلش يا دبدوب انت. وقتها يوزوريها تستخدم اليانجيتسيا بتاعتها وبتطلع خيوط كتيره بتربط بيها الواد. ومش بس كده، لا، دي كمان الخيوط بتحرقه. بتهجم عليه بالخيوط تاني وبتقطع له الجزء العلوي كامل. المصيبه انه بيتجدد تاني.
سينتا ويوزوريها بيحاولوا يقتلوه ولكنه سريع جدا، عملية تفادى ضرباتهم كلها بل وكمان بيوقعهم هما الاتنين على الارض. ساجيري بتسأل الشجرة عن نقطة ضعفه، في البداية بيكون فاقد الامل ولكن بتقول له علشان تشوف ماي قبل ما تموت حتى. بيوافق على طلبها، ساعتها بتهجم على تنسن من خلال انها ترمي سيفها على بطنه، بتقوم جرح اكبر في جزء معين من جسمه حسب كلام الشجرة ان ده هو مركز التاندم بتاعته اللي لو قطعته هيموت فورا، ولكن الخطة ما بتنفعش. بيشفي جرحه وبيقول لها انت مش هتعرفي تهزميني مهما عملتي بسبب انك ما بتعرفيش تستخدمي التاو. بتقول له بس كده، بتستخدم تقنية تنفس وبتقدر تضاعف التاو بتاعها بشكل مهول، بتجرحه في وشه والغريب انه ما بيتجددش من تاني. يا حلاوة. المعلم بيختفي فجأة وبيظهر قدام ساجيري، لكن يوزوريها بتقدر تقيد حركته. ساجيري بتهجم عليه وخلاص هتقطع راسه، برضه بيبعدها عنه. سنت عمال يقتل في الحراس الصغيرين، والاهم العيال بيقدروا يقطعوا ايده ورجله. وقتها بيطير في السما وبيعالج كل جروحه، بيهجم عليهم بهجوم كاسح ماسح للوجود وبيصيبهم جامد. يوزوريها بتربط رجله فبيقوم هاجم عليها بنفس الهجوم، واقفه بكل شموخ وبتتلقى ضرباته بدون ما تتحرك. بترزعه في الارض وسنت بيثبته بسيفه. ساجيري بتجري بكل سرعتها تستخدم اساليب تنفسها وبتقطعه لنصين. وبعد مرور بضعة ساعات بنشوف ساجيري وهي قاعدة مع سينتا وبيتكلموا. بتسأله انت بتحب يوزوريها؟ الواد بيتكسف بس بيقول لها لا، ده انا بحسدها على حريتها مش اكتر. بيبدأ يقول لها قصته من لما كان عيل صغير وبيحب الرسم جدا، كان نفسه يبقى فنان بس اهله جبروه انه يتدرب في عشيرة يامادا، او بمعنى اصح يعني يكون جلاد. كان كاره الشغلانة بسبب قتل الناس فحاول يدور في كتب الدين حاجة تبرد ضميره وقال لك انه ما لقاش. من ساعتها قفل على قلبه بضبة مفتاحه بقى بيقتل الناس بكل بساطة. ومن يوم ما شفتها بقيت بحس قد ايه هي حرة بشكل مبهر، ده بيخليني احس بالغيرة اللي بتقطع فيا كل يوم. المهم يوزوريها بتلاحظ حاجة غريبة، جثة الواد بقت محاطة بعدد كبير جدا من الورود، بس فجأة وردة من دول بتهجم عليها. سينتا في اخر لحظة بيدخل وبياخد الضربة في صدره، هو دماغه بتزرع وبتبقى كلها ورود. المصيبة الكبرى انه بيتحول لشكل عملاق مرعب جدا، بيهجم عليهم بس بيجي شين وبيصد الهجوم، وفعلا دخول الرايق يسبب حرايق. بيأمر نوراجاي انها تبعدهم عن ساحة المعركة وتشيل الورود من وش سينتا. بتعمل كده فعلا ويوزوريها بتحط كريم على وشه هيوقف النزيف، بس فجأة الوحش بينزل بهجوم مدمر في كل مكان. وقتها العيال بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا يجروا، بيشوفوا شين وهو بيقاتل ومذهولين من قوته، ما بيلحقوش يطمنوا بيلاقوا الواد ظهر عليه شوية ورود في كل مكان. في لحظتها بيقطع الورد بسيفه والحركة دي بتسبب له جروح كتيرة. ساجيري بتقرر تخش المعركة معاه وكذلك نوراجاي. يوزوريها بتقول لها ما انا مش هاجي علشان تعبانة، فبتقوم نوراجاي حضنها، بتبص لها كأنها عبيطة. بتعمل نفس الحاجة مع ساجيري اللي بتحس فعلا بتحسن كبير. بنكتشف ساعتها انها كانت بتعمل كده دايما لجدها اثناء المعارك، كان بيقول لها انها بتقلل الارهاق، ومن الواضح كده يا عزيزي ان ده نوع من التاو. الاتنين بيخشوا ساحة القتال وبيغطوا كل حتة في جسمهم بالهدوم وسائل يوزوريها علشان ما يحصل لهمش نفس اللي حصل مع شيون. خطتهم بتكون عبارة عن ان ساجيري والبنت الصغيرة هيلفتوا انتباهه ويهجموا عليه من قدام، وهو يستغل الفرصة المناسبة ويخلص عليه. بيبدأوا في تنفيذ الخطة والاتنين سرعتهم عالي العال، عاملين اداء خرافي. شيون بيجري لظهر الوحش عمال يتفادى ضرباته بكل مهارة ودقة، ساعتها بيقرر يقتله مهما كلف الثمن. بيخش عليه وبيتصدى لكل ضرباته وهجماته بطريقة مرعبة، سرعته خارقة. ساجيري بتساعده وبتثبت ايده وهو بيطلع فوقه، بيكون محتار فين مكان التاندم بتاعه علشان يقطعه. سينتا بكل ما عنده بيقول له اضرب في مركز البتالات لانه نبات. فعلا بيطلع ده هو المكان الصح وبيطلع منه روس كتيرة من نفس التنسن. وقبل ما يموت بيشكره، قال له شكرا ليك انك ريحتني بعد 1000 سنة من العذاب. التنسن يموت ويختفي منتجا خلفه الكثير من الزهور. وبعد القتال ده ساجيري بتجري على سينتا. يوزوريها بتقول لها نص ساعة كمان وهيموت. بتقول لها طب استخدمي المرهم عليه. بترد عليها بكل قسوة بانه لو استخدموها على شيء هيكون احسن. بتقول لها طب نص لده ونص لده، فبتقول لها لا طبعا انا عايزة شوية ليا انا كمان، لانه في النهاية هو هيموت كده كده، وهدفنا اساسا من المجيء لهنا هو البقاء على قيد الحياة. يوزوريها بتنزل على الارض وبتقعد جنب سينتا. بتقول له تخيل شكل جميل او حد بتحبه من عيلتك او شخص غالي على قلبك. وبعدها استرخي تماما يا سينتا. بيتخيلها وهي ماسكة راسه وهو على وشك الموت.
وبعد مرور شوية وقت حلوين بنشوف ساجيري وهي واقفة جنب قبر سينتا، بتبص لهم وبتقول لهم والدموع في عينيها شكرا يا يوزوريها على كلامك من شوية وعلى هدوءك، لأن المهم دلوقتي هو النجاة. من دلوقتي أقسم إني هعمل كل جهودي للرجوع كلنا أحياء بدون ما يموت حد فينا من تاني. على الجانب الآخر جابيمارو بيفوق بعد ما أغمى عليه بسبب فرط استخدام قوته. أول ما بيصحى بيبعد عنهم وبيسألهم إحنا فين وأنا جيت هنا إزاي، بيقولوا له على المكان وإنهم شالوه بعد ما أغمى عليه. بينقطع المشهد برجوعنا تاني لساجيري اللي بيخشوا قصر غريب جدا محاط بالتماثيل، بيقعدوا يرتاحوا في أحد الأوض ويوزوريها ونوراجاي بيخشوا يغيروا. أما شيون فبيقول لي ساجيري عن التاو إنه بيكون موجود عند كل الناس بالفطرة، لكنه محتاج تدريب غير طبيعي وقدرات خارقة كمان. وعلى الرغم من انه بيديك قدرات خارقة للطبيعة، فالافراط في استخدامه بيؤدي لاضرار كبيرة، منها مثلا تسبيب تغيرات نفسية او جسدية زي اللي حصل مع تشوبي، او حتى ممكن يأثر على وعي الشخص او ذكرياته زي جابيمارو. يوزوريها بتقول لها طب عدم وجود اكسير الحياة ده هنعمل فيه ايه؟ البنت بتقول لها لا اكيد موجود، لان شيخ قرية جابيمارو كان خالد. يوزوريها بتقول لها ان دي احد اساليب الشينوبي، وهي انك تظهر لشخص قدرات خارقة للطبيعة رغم انها مش موجودة عندك اصلا. بتسألها كمان عن الشخص اللي جابيمارو بيحاول يجيب اكسير الحياة علشانه، فبتقول لها مراته واللي تبقى بنت شيخ القرية. يوزوريها بتقول لها لو كنت شغلتي عقلك اللي عامل زي البصلة ده لمدة دقيقة كنت هتفهمي انه مستحيل يحصل كده. ايوه الشينوبو بيكونوا مجرد ادوات لشيخ القرية، كل اللي بيعملوه هو تنفيذ الاوامر. زوجة جابيمارو مش اكتر من وهم من صناعة شيخ القرية. يا نهار ابيض، الواد الغلبان قتل نفسه علشانها وفي الاخر تطلع وهم مش اكتر. بنرجع تاني لجابيمارو، عقله بقى في الكنافة خالص منه، مش عارف مين اللي قدامه دول ولا هو فين ولا ايه اللي بيحصل له، لكن كل اللي فاكره ان هو اقوى نينجا في قريته. الحاجة الوحيدة اللي فاكرها كمان هي اسمه ولقبه جارانو جابيمارو. مي بتلاحظ ان في حاجة غريبة بسبب ان دماغه بتكون مختفية لما بتشوف التاو بتاعه. وفي نهاية ذلك اليوم جابيمارو بيكون قاعد لوحده بيستجمع شتات افكاره، بيبدأ يفهم اخيرا ان مراته كانت وهم.